أهلا بيكم. أصعب حاجة ممكن تمر على إنسان هو إنه يتأذي من حد كان فاكره أمان. الأذى بيخلينا نحس بوجع جامد أوي، وبنفضل نسأل يا رب ليه أنا؟ ليه سمحت إن ده يحصل لي؟ النهاردة أنا جاية أقول لكم إن الأذى اللي مريتوا بيه ده له أسرار وتفاصيل لو عرفتوها قلبكم هيرتاح جدا، وهتحسوا إنكم كنتوا في عناية إلهية بس بشكل مخفي. النهاردة هنعرف 4 حقايق هيغيروا نظرتكم للوجع تماما، هيخلوكم تشوفوا حكايتكم إنها حكاية أبطال مش ضحايا مكسورين. ركزوا معايا لأن الفيديو ده هو بداية التعافي. الأذى اللي انت شفته ده هو في الحقيقة عناية. أول حقيقة لازم تفهمها إن ساعات عناية ربنا بيك بتيجي في طوب الأذى. يعني إيه؟ يعني ممكن ربنا يسمح بحد يأذيك علشان يفوقك من علاقة كانت هتدمرك، أو عشان يربي فيك قوة ما كانتش هتطلع منك إلا بالصدمة دي. شوف قصص الأنبياء. سيدنا يوسف عليه السلام أذاه جه من مين؟ جه من أقرب الناس ليه، من إخواته. بس الأذى ده هو اللي وصله لعرش مصر. لولا البئر ما كانش فيه قصر. فممكن الوجع اللي انت فيه دلوقتي يكون هو السلم اللي ربنا بيطلعك بيه لحياة أحسن بكتير، بس انت لسه مش شايف الصورة كاملة. وإياك تتحول لوحش علشان تحمي نفسك. أخطر حاجة بيعملها الأذى في بعض الناس إن بيخليهم عايزين ينتقموا ويبقوا أشرار زيهم علشان يحموا نفسهم. الشيطان بيقولك كل الذئاب قبل ما ياكلوك، بس الحقيقة لو بقيت زيهم هما كده كسبوا. هما كده سرقوا منك طهرك ونقاء قلبك. الحل مش إنك تبقى وحش، الحل إنك تثبت على أخلاقك. بيبقى قدامك 3 طرق: يا تصبر وتتوكل على ربنا، يا تصلح لو في مجال، يا تفارق بشياكة وبدون شوشرة. المهم إن القبيح ما يسرقش منك جمال روحك. لو جينا بقى نتكلم عن العوض، فالعوض إن شاء الله جاي جاي. الحقيقة اللي لازم تريح قلبك هي إن الله عدل سبحانه وتعالى. مفيش ألم مريت بيه ولا دمعة نزلت من عينك ولا كسرة خاطر إلا وليها عوض جاي وبقوة إن شاء الله. العوض ده ممكن يكون في صحة، في راحة بال، في شخص أصيل يدخل حياتك ينسيك كل اللي فات، أو في نجاح يبهر الكل. ربنا ما بيضيعش أجر المحسنين. وزي ما عوض سيدنا يوسف بعد السجن والظلم وخلاه عزيز مصر، ربنا هيخليك عزيز في المكان اللي كنت فيه مظلوم. انت المفروض تحكي قصتك كناجي مش مصاب. بطل تحكي حكايتك وانت مكسور وبتقول شفتوا عملوا فيا ايه. غير النظرة دي. قول انا ربنا نجاني من ناس ما كانوش شبهي. انا ربنا قواني وخلاني اكتشف نفسي بعد الصدمة دي. لما تحكي قصتك كناجي، انت كده خرجت من سجن الماضي للمستقبل. انت مش ضحية، انت بطل مريت باختبار صعب وطلعت منه اقوى واذكى. في النهاية، الأذى مش نهاية العالم، ده بداية النسخة الجديدة منك. قولولي في التعليقات، هل مريت بأذى كنت فاكره شر اكتشفت بعد كده إنه كان أكبر خير ليك؟ احكوا لنا تجاربكم عشان نكون سند لبعض. أنا سيلا، وقوتك بتبدأ من وعيك. شكرا.